حنين بتعمل سكين روتين. حنين بتعمل سكين روتين. اول ما يبداوا ينادوا عليا بعمل سكين روتين. ما هو انا كنت لازم اجرب اللاين الجديد بتاع تيلو فيل. هو انتوا كمان مش عارفين ايه اللاين الجديد اللي تيلو فيل منزلينه؟ انتوا فايتكم كتير، لان حرفيا انا بقالي 10 ايام منتظمه على الروتين ده، وزي ما انتوا شايفين ده شكل بشرتي حاليا. اول حاجه الكلينزر الجديد بتاع تيلو فيل، بجد ده تحفه فنيه. فين شويه وهدخل مساماتي في الكاميرا بس عشان اوريكم ان هو بجد بينظف البشره بطريقه مش طبيعيه. مبدئيا كده اخيرا بقى في كلينزر للبشره الحساسه والدهنيه والمختلطه. انا بستخدم الكلينزر مره الصبح ومره بالليل، وزي ما قلت لكم بينظف البشره قوي من غير ما ينشفها حتى بنسبه 1%، وبجد انا مش ببالغ. لو عندكم حبوب او رؤوس سودا رؤوس بيضه ده لازم تجيبوه على ضمانتي، مش ببالغ بس هتلاحظوا الفرق من اول مره. بالنسبه لي من اهم الحاجات اللي فيه ان هو قوامه جل خفيف فبيتغسل بسهوله، ان هو بيقشر البشره بلطف جدا بس في نفس الوقت بيخلي البشره مترطبه مش ناشفه. يجي بقى التاني برودكت، وحقيقي بشكر كل حد اتكلم عليه ورشحه لان هو بجد يستاهل كل كلمه اتقالت عليه. هو الجلوينج سيرم بتاع تيلو فيل. انا مش بافر لما اقول لكم ان ده بيعمل نفس نتيجه البرودكتس الكوريه، وبجد ده مش كلامه خلاص. احسه بيدي نضاره لبشرتي مش طبيعيه، غير الجلو التحفه اللي بيسيبه في بشرتي. وهنا مش بتكلم على الجلو اللي بيقعد ساعه ساعتين، لا بجد بيقعد بالايام. بقى الاخر برودكت حبيب قلبي، وحقيقي بشكر تيلو فيل من كل قلبي ان هم عملوه. اخيرا اقدر اقول لكم ان انا لقيت مرطب قوامه جيلي ينفع للبشره الحساسه الدهنيه المختلطه، مش بيطلع حبوب تحت الجلد، مش بيحسس بشرتي، ما فيهوش اي روايح. يعني هكون عاوزه اكتر من كده ايه؟ مش ببالغ بس بشرتي بتمتص في اقل من 5 ثواني زي ما انتوا شايفين كده. عاوزه بشرتك شبه الكوريين؟ جيبي ده تحفه. رطب البشره قوي دي كلمه قليله، بيصغر وبيشد شكل المسام، وبجد بيدي جلو للبشره تحفه. وبس ده الروتين بتاعي الفتره الاخيره. بما ان احنا حاليا في وقت اللايلاك فرايداي فكان لازم استغل الاوفر بتاع تيلو فيل باي 2 جيت 2. مش بس كده، باي 4 جيت 5. فاللي هو تيلو فيل لو قاصدين يخسروا مش هيعملوا كده. عشان تاخدوا ديسكاونت كمان فوق الاوفرز دي تقدروا تستخدموا البرومو كود بتاعي. وتقريبا كده عيلتي كانت عاوزاني من ساعه، فسلام بقى.